بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلسلة شركة آسيا تورز، والإرشادات اللي بنقدمها للناس واللي بنتمنى إن دايما يدعمونا بمشاركتهم وإعجاباتهم آه، لقناتنا وللتسجيلات، وما يحرموناش من الدعاء. هنتكلم على الأوراق والإجراءات المطلوبة للسفر للدراسة. آه، الأوراق للسفر للدراسة بتنقسم إلى قسمين: وقت ما يكون مقدم للدراسة كتأشيرة، ووقت ما بيكون سافر فعلا وحصل على التأشيرة. فالنهاردة هنتكلم على الأوراق المطلوبة للسفر للحصول على التأشيرة الأول. حلقة تانية هنحط فيها الأوراق اللي بياخدها معاه بعد حصوله على التأشيرة. وفي الحالة دي، في حالة إذا كان هو أعزب أو متزوج أو أرمل أو مطلق ومعه أبناء، هنحط كل الأوراق المطلوبة للشخص إذا كان بمفرده أو يصطحب معاه زوجته أو أبنائه فقط، على حسب حالته الاجتماعية اللي مسافر بيها. المهم أولا هو الحصول على التأشيرة للسفر للدراسة. الحصول على التأشيرة للسفر للدراسة بيختلف. هل أنت مسافر تدرس في جامعة حكومية أم جامعة استثمارية، أو زي ما بنسميها في منطقتنا وفي بلادنا جامعة قطاع خاص، جامعة خارج نطاق الحكومة، لكن هي جامعة معترف بيها في الدولة ومعترف بها دوليا. مهم جدا انت تسافر في جامعة معترف بها في الدولة ومعترف بها دوليا، لان كتير جدا من الناس بيقع في مشكلة ان هو يتواصل من خلال الانترنت، من خلال الاعلانات الموجودة على جوجل او على منصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، وبيعرف اعلانات لجامعات او معاهد. وللاسف الجامعات والمعاهد دي بتكون في دول وهي مش معترف بيها، وهي مش مسجلة اساسا في الدولة، وبتعمل اعلانات. دي في الحالة دي بتبقى زيها زي اي حد بيفتح مركز تعليمي او سنتر دروس او حضانة خاصة، يعني فاهم، مش مسجلها في حاجة صغيرة كده. بحاول اوسط لكم معلومة، فبالتالي ما يتخدعش ان هي عشان في دولة اجنبية يبقى لازم يكون ورقها مظبوط ومعترف بيها. لا، مش معنى ان هو فاتح واصطاد الطالب اللي هيدرسه او الشخص اللي هياخد منه فلوس عشان يجي البلد ويسافر ويدفع له فلوس الاول عشان يبعت له ما يثبت ان هو جاي يتعلم عشان يقدم للسفر، فيبقى دي حاجة معتمدة، ويثق ان الاشخاص والدول الاجنبية دي ما عندهمش حد شمال او حد بيشتغل بدون اوراق او حد اوراقه مش مظبوطة ويصفر ناس. هو مش هيقول لك ان اوراقي مظبوطة او مش مظبوطة، بالعكس هيقول لك اوراقي مظبوطة واوراقي كاملة وصحيحة. لان في اللحظة دي انت وقعت مع نصاب، والشخص اللي هيدفع له فلوس هو الفريسة، وهتدفع له فلوس قبل ما تروح تقدم على التأشيرة، لان انت هتحتاج اوراق عشان تروح تقدم لها التأشيرة، وهو مش هيبعت لك الاوراق غير لما تروح تقدم للتأشيرة. ومش هتعرف ان هو نصاب الا بعد ما تروح تقدم على التأشيرة، ومش هتعرف سبب الرفض، هتاخد رفض، ومش هتعرف سبب الرفض ترجع تتواصل معاه تاني فيقول لك ممكن يكون سبب الرفض بسبب مشكلة في اوراقك انت، عشان كده ما ادوكش التأشيرة. طيب هبعت لك الورق تاني وحاول تشوف حد متخصص يقدم لك، ولما تشوف حد متخصص يقدم لك هتقدر تاخد التأشيرة، فانت هتصدقه وبتبقى بتكذب نفسك، او ممكن يكون داخلك الشك ان هو مش صادق. زي ما بنقول كده بلغتنا المصريين او العرب: الفار بيلعب فيه جواه عبك او جوه هدومك، فانت خايف وقلقان وبتقول لا ده كذاب. هو فعلا كذاب، وممكن تقول لا هو صادق ومش عايز تكذبه. في الحالة دي انت بتروح تقدم على التأشيرة تاني، تاخد رفض تاني وتالت واكتر من مرة. حتى لو انت رحت لحد متخصص وانت معتبر ان هو المكتب ده مكتب سفريات ومتخصص بيعرف يتعامل مع السفارات. كتير جدا من شركات السياحة في مصر او في الشرق الاوسط فاتحة شركات سياحة ويقدم لك على التأشيرة ويقول لك انا بقدم، اهو بيقدم على التأشيرة على السيستم، لكن هو مش متخصص. مش متخصص في ان يعرف الورق ده سليم مش سليم، مش متخصص في ايه المطلوب، يتاكد ازاي. هو بيعرف بس فقط ليس الا
يقدم. مش معنى ان كل واحد بيعرف يقدم على الترشح للحصول على تأشيرة من اي دولة، سواء اتحاد اوروبي، امريكا، كندا، البرازيل، اي دولة إن كانت، الصين، فنلندا، مش معنى صربيا، روسيا، مش معنى ذلك ان هو متخصص في السفر والسياحة. لا، هو بيعرف بس ان يتعامل مع التطبيق، لكن هو مش متخصص في السفر والسياحة ولا اي شيء. عشان يكون متخصص في السفر او السياحة، يكون هو بيعمل في مجال السياحة، ويكون عنده خبرة وعلاقات في الدول اللي هو بيعمل لها تأشيرات، وبالتالي عنده علم، دي الحاجة التالتة، بقوانين ولوائح الدول. رابع حاجة، عنده علم بأختام والجهات اللي بتصدر شهادات أو الجامعات، وبتكون مسجلة فين، فيقدر يدخل على سيستم الدولة يتأكد إن هي فعلا مسجلة، المعهد ده أو المدرسة دي أو الجامعة دي ولا لأ، وحصل على شهادات تسجيل ومعتمدة أم لا. فده مهم جدا يا جماعة. ما نفرحش بإن حد يقدم لنا مبلغ قليل، أو إن أنا هعرف أقدم لنفسي وأكون وقعت في حد نصاب. أول ما تقع في حد وعايز تتعلم وشفت سعره وعجبك، قبل ما تدفع له المفروض تروح لحد فاهم يتأكد لك إن هو مظبوط أو لأ قبل ما تدفع فلوس. حتى وإن خد منك فلوس علشان هيقول لك إذا كان ورق الجامعة أو المعهد ده مظبوط، لأن هو الفلوس اللي هياخدها منك أتعاب إن هو هيقول لك ورقه مظبوط أو مش مظبوط، هي وفرت لك آلاف الدولارات كنت هتخسرها لو هو كان نصاب. يبقى دي نمرة واحد، إن أنا بتعرف على الكيان اللي هسافر أدرس من خلاله، وقبل ما هسافر هقدر من خلاله أحصل على تأشيرة، وهيكون هو بوابة العبور للحصول على التأشيرة الدراسة من خلال تأشيرة الدراسة للسفر للدراسة. نمرة اتنين، لو أنا هدرس في جامعة حكومية، الجامعات الحكومية مضمونة بنسبة 100% في جميع دول العالم، ولكن في جامعات حكومية تقدر تتواصل معاها، وفي جامعات حكومية لا. لكن الغالب 90% في الجامعات الحكومية ما بتعرفش تتواصل معاها من خلال الانترنت، لازم يكون حد في الدولة نفسها هو اللي بيعمل لك اللينك ويقدم لك وبيعمل لك كل حاجة. هما ما بينزلوش اعلانات الجامعات الحكومية نهائيا، الا الجامعات الحكومية للدول الناشئة، الدول اللي ترتيب التعليم فيها كترتيب جامعات منخفض، وعايزة ترتقي بالتعليم فيها او المستوى التعليم الجامعي علشان تاخد درجة عالية، زي النهاردة بروناي، قطر، مثلا دولة موزمبيق، دولة تشيلي، دولة جزر القمر. في جامعات زي كده هي عايزة ترفع من مستوى التعليم للجامعات، لأن ترتيبها أقل من 260، 256 أو 200 حاجة و60 على الترتيب العالمي، أو 300 أو 279، فعايزة ترفع، فبتعمل منح. وبس دي بتكون في الغالب منح اللي هو حاصل على شهادة جامعية، مش هو حاصل على شهادة ثانوية وهيسافر يحصل على الشهادة الجامعية. ما بتعملش اعلانات، بيبقى في ناس من بتاخد الاعلانات من الدولة، هم عايشين في الدولة، يعملوا اعلانات على صفحات الفيسبوك وبينشروا الكلام ده على الفيسبوك علشان الناس تدفع لهم فلوس ويقدموا لهم. ده بيبقى ناس كويسين وصادقين الى حد ما، وربنا يكون موفق انك تكون تعرف حد كويس. وتقدر تتأكد برضو من خلال حد يكون بيقدم لك هو على التأشيرة ان الشخص اللي تواصلت معاه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي قالك على الجامعة الحكومية في الدول دي، هل هو صادق، والجامعة الحكومية مقدمة للحصول على دراسة جامعية بعد شهادة الثانوية أو منحة. وفي الغالب الجامعات دي بتكون مجانا وتعطي راتب، يعني متاخدش منك فلوس. أو لو هي ترتيبها عالي زي الدراسة في تركيا، الدراسة في تركيا الجامعات الحكومية الأجر اللي بيدفع لوزارة التعليم في تركيا أو للجامعة نفسها بيختلف من كلية لكلية ومن قسم لقسم ومن ولاية لولاية، لكن في الغالب هو بتبقى مصاريف السنة الدراسية
من 450 أو 440 ليرة في السنة إلى 1500 أو 1300 ليرة في السنة. دي في الجامعات الحكومية. لو أنا هدرس طب أو هدرس مثلا جراحة أسنان، هدرس هندسة في حدود 600 ليرة في السنة، 500 ليرة. هدرس برمجة برضو تقريبا نفس السعر. هدرس تمريض أقل، بتختلف. هدرس تجارة 400 ليرة. هدرس زراعة 600 ليرة في اسطنبول، 400 ليرة في طرابزون. على حسب الولاية بتختلف، كل جامعة من حقها تحدد سعرها. لكن هو مستوى تكلفة الدراسة مثلا في تركيا من 440 ليرة إلى 1500 أو 1400 ليرة. دي الجامعات الحكومية. الجامعات الخاصة بالنسبة للي هيسافر يدرس في جامعات خاصة في دول مرموقة زي أمريكا، أو يسافر يدرس في أوروبا، أو يسافر يدرس في كندا. الجامعات الخاصة في أمريكا الحد الأدنى من 8000 دولار سنويا إلى 18000 دولار سنويا، على حسب القسم والولاية والكلية. في كندا بيبدأ حد أدنى من 10000 دولار إلى 16000 دولار. في أوروبا عامة بوجه عام، بداية من الدول البلطيق في شمال شرق أوروبا إلى جنوب غرب أسبانيا والبرتغال، حتى في فرنسا أو في بريطانيا، المستوى التعليمي في الجامعات الحكومية والخاصة الاتنين كأنهم سعر خاص في أوروبا كلها. أوروبا ما فيهاش سعر رخيص حتى في الجامعات الحكومية. أوروبا أقل سعر في جامعة حكومية في أرمينيا وصربيا، وصربيا ما تعتبرش دول الاتحاد الأوروبي. خلينا نقول الأول دول الاتحاد الأوروبي بيبقى السعر فيها لا يقل عن 4000 دولار ولا يزيد عن 10000 دولار ما بين الحكومي والخاص. الخاص ممكن يزيد حاجة بسيطة. في دول أوروبا زي جورجيا وأوكرانيا وصربيا والدول اللي لسه ما دخلتش الاتحاد الأوروبي، السعر في الجامعات الحكومية بيبدأ من 1500 دولار لحد أقصى سعر 6000 دولار. والجامعات الخاصة بيبدأ من 4000 دولار إلى 8000 دولار كده. الدول الأوروبية. في الدول الآسيوية على رأسهم سنغافورة نمرة 1، 2 نمرة اليابان، 3 الصين. دي الدول الآسيوية العالية جدا. نمرة 4 هي في مجال واحد بس هي متقدمة، ولكن بعد سنغافورة واليابان كوريا الجنوبية. نمرة 5 في الدول الآسيوية الهند. لكن الهند الدراسة فيها لأي حد عايز يسافر هي رخيصة وممتازة في مجال البرمجة ولغة الحاسوب فقط، هي ممتازة في كده. حتى الصينيين نفسهم واليابانيين بيعملوا الهاردوير للحاجات الكمبيوتر كلها، لكن لغة السوفت وير بيروحوا لشركات ومعاهد يتعاقدوا معاهم يعملوها لهم، ان العمالة فيها ارخص، والحاجات دي محتاجة عمالة وتقنية فنية من موارد بشرية مش موارد مادية. فهناك في الهند ارخص. فاللي عايز يسافر يدرس وامكانياته المادية ضعيفة يقدر يسافر للهند. الدراسة فيها في البرمجة ولغة الحاسوب رخيصة جدا. في دول زي بروناي واندونيسيا والفلبين لا، دي لا يفضل فيها التعليم، لان هم لسه بيحسنوا مجال التعليم فيها. اللي يمكن على رأسهم مقبولة شوية تايلاند وماليزيا برضو، لكن مش مستوى عالي، لكن اعلى من الباقيين. الدول الافريقية على رأسهم يعتبر مصر، ثم المغرب، ثم تونس كترتيب في الدول الافريقية. طبعا جنوب افريقيا دولة في افريقيا، لكن احنا بنعتبرها هي دولة ممتازة متقدمة جدا، دولة ماشية على نهج امريكي واوروبي، لان فيها جالية امريكية واوروبية كتير. التعليم فيها مجانا، والجامعات الحكومية فيها مجانا، وهي تعتبر اعلى من اي جامعة افريقية حتى من جامعات مصر.
لكن الحصول على تأشيرتها صعب جدا، والجامعات اللي فيها ما بتطلبش ولا بتعمل منح مجانا، ولا طالبة حد ان يروح لها بتعمل منح للدراسة، ولا بتعمل اعلانات. فما حدش يقول لك انا هوديك تدرس في جنوب افريقيا وفي اعلان او تلاقي اعلان، لا، لازم يكون ليك حد يعرف حد يوصل للجامعة ويقدم لك بالاوراق وتاخد الموافقة ثم تحصل على التأشيرة. يبقى انا اتكلمت اهو عن كل الدول باسعارها، بالاختلاف وترتيبها من حيث الجامعات. الاوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة في الدول دي للتأشيرة للدراسة للسفر: نمرة واحد، انك بتقدم للجامعة من خلال ارسال عن بعد، زي ما قلنا من خلال حد او انت من خلال مباشر على النت او مكتب بيكون بيتولى لك الموضوع. جواز سفر بتقدمه، المؤهل الدراسي اللي انت حاصل عليه، اخر مؤهل دراسي مترجم بلغة اجنبية، صورة شخصية. بعد كده بتجي لك موافقة الجامعة، سواء اذا كانت جامعة خاصة او جامعة حكومية او حتى معهد، وتاخد الاوراق دي وبتقدم على الحصول على التأشيرة. ولما بتقدموا على الحصول على التأشيرة بتصدر لك تأشيرة السفر للدراسة، وبتقدر بعدها تسافر للدراسة. لو كان الشخص متزوج لا يجوز ان يقدم للحصول على تأشيرة الدراسة ومعاه مرافقين. الاول ياخد تأشيرته هو كشخص للحصول على تأشيرة للسفر للدراسة، ثم بعد كده ياخد اولاده او زوجته معاه او والدته للسفر بتأشيرة بناء على تأشيرته هو. ده الافضل، ما ينفعش ياخد الاتنين مع بعض، لان ممكن ياخد رفض، لان السفارة هتعرف ان هو مش خارج يسافر، وخاصة لو جامعة حكومية او فلوسها المدفوع فيها، حتى لو جامعة خاصة مبلغ $1000 او $500، هيقول ده هو كده طلع اساسا علشان يجي في اوروبا ويقرفني ويدور على شغل ويحاول يتعب لنا مشاكل. لا، انت بعد ما تحصل على تأشيرة قدم على تأشيرة المرافق اللي عايز تاخده معاك. ده الافضل والاحسن علشان تضمن الحصول على التأشيرة ان شاء الله. والله الموفق والله المستعان، ونتمنى نكون افدنا الناس بالمعلومات دي. وهنعمل فيديو تاني بعد ما تسافر على وتحصل على التأشيرة، ايه الاوراق اللي بتحتاجها بعد كده للشخص نفسه عشان يشتغل، وعدد ساعات الشغل اللي ممكن الجامعة بتوافق لك بيها، لان كل جامعة بتديك ان انت متاح ليك 30 ساعة في الاسبوع، 90 ساعة في الاسبوع، 120 ساعة في الاسبوع عمل، والباقي لا، ما بتديهولكش المسموح بيه. فيقدر يحصل على ساعات عمل يكون بيدرس وبيشتغل. وفي دول بتديك راتب شهري بالدولار يكفيك او ما يكفيكش على حسب الدولة. كل ده ممكن نتكلم عنه في فيديو تاني ان شاء الله بالتوضيح وبالاوراق المطلوبة للمرافقين اللي هياخدوهم بعد حصولهم على التأشيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.